في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. منى عندها 41 سنة، اشتغلت، اتجوزت، ربت، التزمت. منى بطلت تشتغل من سنين، وكل احتياجاتها بتيجي من مصدر واحد. عملت كل اللي المفروض يتعمل، بس في لحظات هدوء بتحس إنها مش موجودة في حياتها. هي مش تعبانة، مش مكتئبة، بس غايبة، كأنها بتتفرج على حياتها من بره. المشكلة مش إن منى عايزة تغير حياتها، المشكلة إنها نسيت نفسها جوه الحياة دي. لو كنت مكان منى، أول حاجة هعملها إني أوقف جلد الذات. مش كل شعور بعدم الرضا معناه جحود. تاني حاجة كنت هبدأ بحاجة صغيرة جدا، مش مشروع، مش تغيير جذري، مساحة ساعة في الأسبوع باسمها هي. تالت حاجة كنت هفصل بين الامتنان والاحتياج. ينفع نكون بنحمد ربنا ولسه محتاجين حاجة. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس مش كل اللي شكله كامل من بره بيكون مكتمل من جوه. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.